ازيكم عاملين إيه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه اعمل لكم الكيكه الاسفنجيه الهشه الجميله جدا بمقادير كلها بسيطه وهتلاقيها في بيتك. تمام. معايا كوبايتين من الدقيق، تمام. هحط عليها كوبايه ونص من اللبن، زي ما انتم شايفين كده. هحط كوبايه الا ربع من الزيت، ممكن تعملها بسمنه بس هي الافضل بصراحه بزيت. تمام. هحط كوبايه الا ربع من الزيت كده. اعملها لكم بالكاكاو يا حبايبي. الكاكاو بصراحه بيدي للكيكه طعم جميل. معايا كيس بيكنج باودر هحطه كله. معايا كيسين من الفانيليا. احط المكونات كلها على بعض واقلب بقى كويس جدا. كيسين من الفانيليا، معايا كوبايه ونص من السكر. تمام كده. معايا معلقتين كبار من الكاكاو. شايفين كل المكونات كده على بعض. هقلب بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بعد ما قلبته كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، هاخد شويه من الصوص اللي انا عاملاه ده قبل ما احط البيض. طبعا انتوا واخدين بالكم ان انا ما حطيتش البيض خالص. تمام. هاخد شويه من الصوص ده، هقول لكم بعدين ليه انا واخداه ليه وهوريكم. تمام. دي الكميه اللي انا خدتها كده في طبق زي ما انتم شايفين. هحط بقى البيض على المكونات اللي انا خلطتها ديت. معايا تلات بيضات. ده اول بيضه، تاني بيضه، تلات بيضات. يا جماعه اللي عايز يزود بيض ده حسب رغبتك، ماشي. وممكن كمان احط بيضتين. اقلب بقى كويس جدا. انا كنت ممكن اضربها في الخلاط طبعا، بس انا الصراحه بستسهل بايدي احسن، مش بتاخد وقت خالص زي ما انتم شايفين برضه. هو ده القوام اللي انا عايزاه يا جماعه، شايفين؟ هو ده القوام بتاع الكيكه اللي انا عايزاه. هقلب بقى كويس جدا كده. تمام. هجيب بقى صينيه كده وادهنها زيت. جبت صينيه كده وحطيت فيها نقطه من الزيت، وهدهن بقى كويس جدا. تمام. والحراف بتاعتها كده الزيت عشان مش بيخليها تلزق، لازم تدهني زيت. احط بقى المكونات بتاعتي كلها في الصينيه، وهشغل الفرن على درجه حراره 180. لازم الفرن يكون سخن. شايفين يا جماعه؟ انا واخده شويه صوص كده زي ما انتم شايفين. حطيت شويه صوص في طبق هحتاجه بعدين، هقول لكم ليه. حطيتها في الفرن كده زي ما انتم شايفين في درجه حراره 180 درجه، ولمده نص ساعه وساعه الا ربع يا حبايبي هتلاقيها استوت ان شاء الله. استنوني هطلع لكم احلى كيك. بعد ما خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين كده، الصوص اللي انا كنت حاطاه في جنب هقول لكم بقى دلوقتي هنحطه على الوش وهي سخنه كده. لازم احطه وهو سخن، وهي الكيكه سخنه. تمام. هفرده بقى على وش الصينيه.
بعد ما حطيت الصوص كده وانتوا شايفين شكله جميل جدا، هحط بقى اي حاجه ازين بيها الكيكه بتاعتي حسب رغبتك انت. معايا فرموسيل ومعايا شوكوبون، انا ممكن احط عليها فرموسيل او اي حاجه انت حباها. تمام. طبعا مش هقطعها لما اسيبها تبرد 10 دقايق. ممكن تحط شوكوبون مع الفرماسيل، نص ده ونص ده كده، بس انا ممكن ايه، انا حابه بصراحه اعمل فرماسيل بس. ممكن تسيبها برضو بالصوص بس، ممكن ما تحطيش عليها فرماسيل ولا تحط عليها اي حاجه غير الصوص اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. هسيبها بقى تبرد كده لمده 10 دقايق وارجع اقطعها. وبعد ما سبتها 10 دقايق وبردت كده معايا خالص، هقطعها كده زي ما انتوا شايفين. اللي عجب الطريقه يا جماعه يعمل لايك للفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. شايفين كده طلعت جميله والسمك بتاعها جميل جدا. ان شاء الله لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك للفيديو يا حبايبي، واستنوني فيديوهات كتيره جدا. مع السلامه.